دمية مصنوعة من القطن بحجم كف الإيد، ليها عينين واسعة ومرعبة تحس إنها بتبصلك في أي مكان انت فيه. أسنانها شكلها مرعب، ليها قرون تشبه الشيطان. البعض قالوا إن هي تجسيد للشيطان بازوزو، شيطان الرياح في الأساطير القديمة. لو دخلت حياتك هتقلبها لعنة. النهاردة هنتكلم عن الدمية المسكونة، الترند، لابوبو. خلونا نتكلم الأول عن بدايتها. لابوبو ظهرت أول مرة في 2015، كان معمول لها أفلام كرتون بس ما جابتش مشاهدات ومحدش اهتم بيها، لحد في 2019 ما متجر صيني اسمه بوب مارت اشترى حقوقها من الرسام اللي عاملها. من ساعتها والدنيا اتقلبت على لابوبو. بتيجي في صناديق عامية ما تعرفش اللون اللي موجود فيها ايه، وده يجيب لك حالة من الهوس انك عايز تشتري اكتر عشان تجمع مجموعة اوسع. اتشهرت لما مطربين كتير وناس كتير من المشاهير زي بنت بيكهام ريانا صوروا بيها وقالوا ان هم اقتنوها. الدمية دي بيتقال عليها كلام كتير، ان اللي بيشتريها بتجيله كوابيس ان الدمية بتكلمه وبتضربه وبيظهر عليهم خرابيش وحاجات مرعبة. قصص كتير موجودة على النت مشهورة عن الدمية دي، بتقول ان هي مسكونة لأسباب كتير. خلوني احكي لكم اشهر القصص دي. أول قصة بتحكي عن بنت اشترت نسخة شبيهة من لابوبو من على الإنترنت، كانت حطاها عندها في الرف اللي قدام سريرها في الأوضة بتاعتها. أول أسبوع كانت بتحس إن في حد بيراقبها، بعدين ابتدت تلاحظ تغيرات في ملامح الدمية، زي إن عينيها بتوسع أو الضحكة اللي على وشها بتكبر كأن حد لسه راسمها. البنت خافت منها وحطتها في كرتونة. المفاجأة إنها لما صحيت من النوم لقت الكرتونة مفتوحة والدمية جنبها على السرير، وفي ايديها في ورقة مكتوب فيها بخط رفيع: أنا بحبك. القصة التانية لشاب بيقول إن هو اشترى الدمية من باب الفضول، وكان بيصور بالموبايل علشان يشوف لو في أي حركات غريبة ليها، وبالفعل صور ليلة كاملة وهو نايم. كان سامع صوت غريب طالع من الموبايل لما ابتدى إن هو يسمع التسجيل. الصوت ده كان زي همس بيقوله: أنا خايفة، الدنيا هنا ضلمة، ما تسيبنيش لوحدي. بعدها الموبايل اتحرق ومفضلش منه غير آخر صورة والموبايل قريب من لابوبو وشها باصص في الكاميرا ومبرقة. القصة التالتة عن بنت جتلها دمية لابوبو هدية من خالتها في عيد ميلادها. من الأول خالص والبنت كانت بتقول لمامتها إن الدمية بيطلع منها بنت تلعب معاها بس بتخوفها، ومامتها لاحظت إن هي فعلا بقت بتسهر كتير بس ما اهتمتش لكلامها وقالت دي طفلة وبيتهيألها. بعدها بفترة البنت اختفت، دوروا عليها في البيت كله وملقوهاش، ولقوا لابوبو موجودة في نص السرير ومكتوب وراها على الحيطة بخط طفلة: أنا مش لوحدي دلوقتي. الشرطة جت ودورت، في الآخر وصلوا إن البنت اختفت. مفيش دليل، مفيش بصمة، مفيش أي أثر ليها. القصة الرابعة عن بنت كان عندها هواية إن هي تجمع الدمى، هواية زي أي هواية. اشترت نسخة من لابوبو من محل بتاع حاجات مستعملة، بعدين ابتدت تجرى حاجات غريبة عندها في البيت، زي إن هي بتسمع صوت خطوات في الطرقة مع إنها عايشة لوحدها، والنور بيطفي ويولع لوحده. حاولت إن هي تصور اللعبة كذا مرة، كل ما كانت تصورها كانت الكاميرا بتفصل، وفي الآخر مبقاش غير صورة واحدة لقيتها عندها، صورة ليها وهي نايمة في السرير ولابوبو قاعدة جنبها مع إنها كانت شايلاها في الدولاب. أسباب وتفسيرات كتير طلعت تفسر ليه حالة الرعب دي من الدمية لابوبو. البعض قال إن هي تجسيد للشيطان بازوزو، شيطان الرياح والمرض في حضارات كتير. ناس كتير بتقول إن في ممارسات كتير من السحر كانت بتتعمل على الدمية دي أثناء تصنيعها. في ناس قالت إن هي بالفعل فتحتها ولقت جواها كاميرات مراقبة. كلام كتير منتشر على النت مرعب فعلا. في ناس بتقول إن أصلا الدمى دي بتبقى ملبوسة ومسكونة ومهيئة إن يدخل فيها أرواح، ما بالك بقى دمية أساسا شكلها مرعب كده شبه الشياطين. الآراء انقسمت لنصين، نص بيقول إن الدمية دي دمية عادية ما فيهاش أي حاجة، الإنترنت بس هو اللي بيحب إن هو يهول ويذيع أي حاجة وخلاص، وناس تانية بتقول إن هي فعلا ملبوسة. في ناس بتحلف إن من يوم ما الدمية دي دخلت حياتها وحياتها اتقلبت، بيحلموا بكوابيس، بيشوفوا حاجات غريبة، بيجرالهم حاجات غريبة، بيلاقوا حاجات غريبة في شقتهم، بيلاقوا آثار خرابيش وضرب على جسمهم، بيحلموا إن هي بتكلمهم بأصوات أطفال. هل فعلا لابوبو مسكونة بأرواح أطفال؟ هل فعلا في ممارسات من السحر وطقوس لتحضير الجن تمت على لابوبو؟
ولا هي مجرد ترند وفرقعة؟ ممكن تكون الشركة اللي مصنعاها نفسها هي اللي عملت الترند ده علشان اللعبة تنتشر أكتر. موضوع إن هي بتيجي في صناديق غامضة بيخلي الواحد عنده هوس أكتر إن هو عايز يشتريها، عايز يجمع منها أكتر. تحديات موجودة على النت، مين هيبقى عنده نسخ أكتر. محدش فكر لو اللعبة دي فعلا ملبوسة ايه تبعيات اللي بيحصل ده؟ ايه تبعيات انك تشتري لعبة لابنك او بنتك؟ اللعبة دي ممكن تدخل جن بيتك، ممكن تخلي حياتك قبلها ما تبقاش زي بعدها. اللعبة دي ملبوسة ولا ده ترند؟ الإجابة لحضراتكم. أشوفكم فيديو جديد إن شاء الله قريب، هيكون قنبلة عن أكتر الأماكن المشهورة المسكونة في مصر بالأدلة والوقائع. إلى لقاء قريب مع ملف جديد مع الراوي.